ايه هو السن المناسب لتصحيح الابصار؟ ناس كتير بتسألني امتى اقدر اعمل عملية تصحيح ابصار بالليزر، وساعات حد كبير في السن يقول لي يا دكتور انا سني كده مناسب للتصحيح ولا راحت عليا؟ لا اكيد ما راحتش عليك. نبتدي الاول بامتى اعمل العملية او بداية من سن كام. عشان نعمل العملية ونضمن ان شاء الله استمرار العملية مدى الحياة لازم نستنى مقاس النظر يثبت، وده بيحصل عند حدود سن ال 18. فلو المريض وصل للسن ده ومقاس نظارته ثابت كده يقدر من بكره يعمل العمليه. طب وايه اكبر سن اقدر اعمل عنده العمليه؟ ملناش حدود عليا للسن بتاع العمليه، يعني ممكن حد عنده 45 و50 سنه ويعمل العمليه، لكن لازم ناخد بالنا من حاجتين مهمين بعد سن ال40، ودي حاجه دايما بشرحها للمرضى بتوعي اللي فوق 40 سنه. عمليه التصحيح بالليزر بتعالج النظر البعيد فقط، مش بتعالج القراءه. فلو المريض هيعمل العمليه بعد سن ال40 هيستغنى فقط عن نظاره المسافات وهيلبس نظارة للقراءة بس. ودي ميزة ناس كتير بتنبسط بيها لأنه بيقلل بنسبة كبيرة اعتماده على نظارة في حياته اليومية. الحاجة التانية إن إحنا لازم نتأكد من عدم وجود مشاكل أخرى بالعينين تأثر على جودة العملية، واللي بتزيد فرصة حدوثها بالذات في المراحل العمرية الكبيرة زي المية البيضاء مثلا. وبالتالي ممكن يكون سنك كبير بس تقدر تعمل عملية تصحيح بالليزر عادي جدا وتستمتع برؤية حادة من غير الاعتماد على النظارة.